السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم بناتي في قناتكم خبر وانتشر. إن شاء الله الفيديو اليوم يلقاكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم كامل واللي انضم معنا جديد على وجودكم مع تعليقاتكم الطيبة اللي أكيد تبين معدنكم الطيب والأصيل. طبعا خبرنا لليوم عنا خبرين الأول الخبر الثاني مؤثرة شيرين والخبر الثاني لأميرة ريا. طبعا الخبر اليوم على الأول نقولوا فيه موضوعنا اليوم على شيرين نبدأ بها هي الأولى. قبل ما ندخل في صدر الموضوع نتمنى منكم دعمنا باشتراكاتكم، تفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، حطوا في القناة إن شاء الله، وديروا لنا الإعجاب فضلا وليس أمرا على الفيديو، وخلونا تعليقاتكم لأنها أكيد تفرحني حول هذا الموضوع. وش رأيكم أنتم في الشيء اللي صار مع شيرين؟ وش لازم تدير وش لازم ما تديرش؟ كذلك خلونا رايكم على وش راح نقولوا على أميرة ريا. العديد يعني منكم أكيد كامل نخافوا على روحنا وعلى وليداتنا، وغايتنا دوما نحموهم من أي شر يا رب. إذا قلنا خرجت شيرين في بث مباشر عن حادثة مخيفة تعرضت لها مع العائلة تاعها في الوقت اللي كانت راجعة فيه للبيت نتاعها. تقول كاينه مجموعة من الولاد والشبان حاولوا يعني يتعرضوا لهم في الطريق، كانوا راكبين دراجات نارية، وهذا الفيديو راكم تشوفوا فيه معايا أمامكم. حاصروا السيارة قالت من الأمام ومن الخلف، وأحدهم كان رافد الحجر، يعني كان يرمي عليهم الحجر هذوك، وطلب من زوجها باه ينزل من السيارة. الغاية تاعو ما نشنا عارفين، ممكن كان حب يسرق السيارة، ممكن كان حب يعني الله يعلم. وكذلك الاخرين بقاو يرموا الحجارة على السيارة يعني باش يعني ما يخلوهمش يعني يقاوموهم. الحادثة هذه سببت خوف كبير لها ولوليداتها، وأصيبوا بالصدمة. من كثر الصدمة ولاو غير يبكوا. بنتها خاصة بنتها قالت انها بنتها الكبيرة هذيك خافت على والدها لما قال الشاب ليه اخرج من السيارة، خافت كاش ما يدير له، وتقول انها لم تفهم السبب الحقيقي لما حدث، وتتساءل ان كانوا يريدون السرقة كما قلت لكم والا يدوا الزوج نتاعهم. بعد الحادثة تحدث على انه مثل هذه التصرفات غالبا يكون مولاها ماهوش في حواله كما نقولوا، مش في عقله. رفقاء السوء هم اللي قادر يكونوا كذلك واحد فيهم، لانه واحد من هذوك الاولاد الوالد نتاعو طلب منها السماح وطلب هو كذلك السماح منها، لكن قالت انا ما نسمحلوش لانه هذا الفعل كان خوفا منه لما خرج للعالمية كما قالت، والا تأنيب ضمير. يعني انا هذه ما فهمتهاش. ليسونسيال وجهت رسالة قوية للأولياء بضرورة مراقبة ابنائهم وعدم تركهم في الشوارع وإعطائهم المال والدراجات دون مراقبة، ونصحت الآباء بمتابعة أولادهم ومعرفة أصدقائهم حتى ما ينحرفوش ويدخلوا في مشاكل ما سمح الله توديهم ليقوموا بجريمة يعني يعاقب عليها القانون. طبعا في النهاية شكرت الله يعني أنه الحادثة مرت بسلام وما نصاب حتى واحد من العائلة تاعها، وأكد أن أهم شيء هو أنه أطفالها بخير رغم الخوف اللي تعرضوا له. طبعا خليكم تسمعوا تصريحاتها ونتمنى منكم أنتوا واش تنصحوها. نرجع معكم بعد الفيديو. هذاك راسي كان هابط، كنت ناكل انا كنت ناكل ومن بعد نشوف يا عمر يعيط، من بعد نطلع راسي نلقى من ناس، نزيد ندور راسي هكا ما فهمت والو، والسيد يتيري بالحجر. وشنو هذا؟ ما فهمتش واش كاين، ما فهمتش كامام. علاه واش بيك؟ تي كانوا يزطوا فينا الله يخت ماما. علاش تخافي ماما؟ يخليش كيت بيهم. درتوا لها الرعب. حسبي الله ونعم الوكيل. هذه كانت تهضر لاباس بها، ربي يعطيكم مصيبه اللي تديكم ان شاء الله. ما تخافيش. ملي تيساتي جات للدم ماما كانت حابه ترقد ماما، بعدا خلاص ماما خافت من بعدا. بصح خلاص صح. انا ليتيسيا كانت معايا قبيله، كانت نايضه. انت اللي كنتي راقده، انت وميكايل. ليتيسيا قعدنا معاها بالصباح وهي تلعب هنايا الدور. انت خليتك راقده، شتك راقده ما حبيتش نوضك ياك عمري. ما كاين والو،
حنا شكينا بيهم وداوهم ضربوهم دقدقوهم، فهمتي؟ ومن بعد بقاو يقول لي باغيش تسمح لنا. ماما داو هذاك الفرطاس. كان فرطاس؟ هذاك تي لابس تريكو بيض. شكون اللي فتح الباب؟ هو اللي فرطاس؟ هذاك اللي فتح الباب وبابا قريب يخبطوا. هذاك تي الاخر تي كان بالبوطو، كان يكشر ماما يجي لعندنا يلصق معانا. شكون فيهم فرطاس؟ فرطاس مولو لابس تريكو بيض ولا تريكو زرق باش يباعي زرق. انا شفته بصح بيض. ويربحكم بنيتو، تقدروش تبناولو انساو طوموبيل وراهي. عباكم راني نترعد صبروا نرفد الفيستا، عباكم الله معنا بالينش بيا خلاص. مانيش مآمنة، انا مانيش مآمنة والله ماني مآمنة. صح دخت بزاف اليوم. كنت فرحانة نورمال نضحك، جايين في الطريق ناكل في الساندويتش تاعي وجايين دوقا صرا اللي صرا نورمال ابتلاء. خرجي صدقه، نخرج صدقات باش حتى صدقه وكونتخ. الحمد لله اللي ما صرا والو. صبوت هنا حواد اللي صابوا عباكم كيما خرجت بهم كيما دخلت بهم. ما كاش ملي اختي هذيك استناو تشوفوا يعني كارثه عظمى. اوغوزمون اللي ما تكسرش الباربريز، ما تكسرش الطوموبيل لاطول اللي تقاست من هذوك لي بلوك الكبار هذوك. هاي تصب الشتا سبحان الله. يا ربي استغفر الله. يلي ما قدروش يجريسيوني برا باسكو انا ما نمشيش ابي، جامي خرجت ابي هنايا. طوموبيل عمرت بلي بلوك للاخر. فوالا هاي ليك تعمل لور. شوفوا ما تروحيش، جامي خرجت وحدي. كيف ما نروحش وحدي؟ جامي خرجت وحدي. ضرابي يعني كارثه. ما عبيش اسكو راكم تشوفوا فيهم ولا لا، ما عبيش اسكو يبانوا لكم ولا لا. ليسونس بون هادو في النهار اللي نشوفها مليح باسكو الليل ما قدرناش نشوفوها بيان، فهمتوا؟ دوك في النهار. طبعا نصيحتي ليك شيرين نصيحة صادقة من أخت لأخت. كي تصوري وديري لايف وتشاركي يومياتك مع المتابعين تاعك، حاولي ما تبينيش بناتك، يعني خلي هناك يعني كيف نقولوا خصوصية بعديهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه الأطفال ممكن يتأثروا نفسيا ومعنويا من هذه الأجواء. اليوم يمكن الأمر يبان عادي لكن الدنيا ما فيهاش الخير دوما. ربي يستر ان شاء الله ويستر على وليداتك ووليداتنا. الافضل تحافظي على خصوصيه بيتك ووليداتك، لانه اهم حاجه في الحياه هذه ماشي الدراهم فقط ولا الشهره يا شيرين، بل راحه ولادك وامانهم اكثر حاجه لازم تحطيها في بالك. في الاخير نقولوا الحمد لله على سلامتكم، ربي يحفظك ان شاء الله لوليداتك ويحفظهم لك ويستر عليك ويستر عليهم ويبعد عليكم الشر والبلاء. نروحوا لخبرنا الثاني بسرعه على اميره ريا. اميره ريا اليوم راح دير روتين معكم خفيف، راح نشوفوها طبعا وش طيبات وش يعني الشيء اللي راه مقلقها شويه. نخليكم مع فيديو نتاعها وتصريحاتها ونقول لكم تهلاو في رواحكم الفيديو القادم ان شاء الله. كملت قريت؟ حتى كملت قرا، روح كمل. قول والله خلاص وكلاسز. خلتني انا خرجت. خلاص كملت. شحال ساعة؟ كي تكمل كاع قرايه تعود. صح؟ يا خلاص روح البس مايوك. اهلا صباحو، صباح الخير. هذه اوتفيت تاع مالي خليك مالي حيل مالي. انا خارجه نقضي خصو دي تريك وحبيت ندير كاطو وخصوني مستلزمات ما لقيتهمش في الابليكاسيون. فوالا دونك انا خارجه نشري. فيك البارح بعثوا لنا ميساج قالوا لنا اموركم تمام تقدروا تطلعوا من البيت، سو ليتس جو. ودارهم يقراو اونلاين صباح كانوا معاهم في السيستم. مش صعيبه القرايه اونلاين. لا مالي حيل. ما بغاوش نديرو انا بقى. عافيتي بالخير. يبين الفضول هو اللي قريب ليا باش نشري، وثاني نشري لي باسكت للدراري. دوك شريت لهم حوايج تاع العيد قعدوا غير لي باسكيطات باين عندي لي سير كنا الضوء شتو الاضاءه شحال تفرق هكذاك تدخل هذه بلي سير نشوف هكا. المهم قلت لكم نكمل نشري للدراري واش خصهم الحوايج ونقضي.
هاي شنو راح ندير دركا. وان شاء الله يا رب نلقى القرنون. فين قرنون؟ وين هذاك الشامبينيون الزين؟ امبارح درت واحد لاغوزات تاع الشامبينيون تزكني، لازم نعاودها لكم ونصورها لكم لاغوزات لازم. وني خلينا نكمل باش نبغي نحبس حاجه جديده اليوم. امبارح سما بقيت 30 مينوت طيبت البلا، درتو رابيدمون اي سيتي ترو بون. اليوم ما عنديش باش نطيب، انا حابه ندير حاجه هكا منمنه. هذيك تاع نحب نطيب حاجه من بنينه. هاي خلينا نحط القرنون والصح سلطه تاع الله شويه بروكولي حاجه هيلثي. كرهت من اليدان. راح ندير حساء الكابويا، راح ندير بامكين سوب. دوك نقشروها نقطعوها اوكي، نسحقوا هي نورمال نسحقوا رطل. هذه راهي معليش نوزنها دوك نقول لكم شحال كيلو وشويه. دوك هذه نقسموها على زوج كذا، نستعملوا هذا نقشروها ونقوها. والبصل دوك نحط لكم الوصفه اوكي. نسحقوا كريم كريمه المطبخ كوكي كريم ويلا بينا. اوكي تحتاجوا بصله كبيره تحطوها حتى تحطوها بالزبده والزيت وتخلوها حتى تذبل. ديروا لها الثوم، بعد تحطوا الكابويا مقطعه هكذا، تحطوا حبه بطاطا معاها وتخليهم يتقلاو. دوك نديروا لهم ملح، نكتب لكم هنا الوصفه اوكي. ملح فلفل كحل جوز الطيب مهمه جدا، شويه زنجبيل. شوفوها طابت ريحتها، وعاودوا تحطوها في النار هكا 5 مينوت تبقبق، تطلع لك خام فريش ريحتها تجنن. ودرت لها تاني الحار كي كان طيب، درت لها هكا قرن حار نحيته. ذا سمل سهله بسيطه وبني. اي بوش يور سيلف كيما ميرو. شوف شو يدير هكذا ودير كيما هو. 1 2 ياي مور. هاي اصبر تخبطني في وجهي.